يا سيدي على الجمال، طبق كفتة رز كده ورز في شعرية وقطعتين من البطاطس، واديله عد بقى. قوام مظبوط، طعم مظبوط، ريحة مالية المكان. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ. أول حاجة كده نعملها عجينة كفتة الرز. أول حاجة هنستخدمها فرينة دي الريزو. هنستخدم معايا 375 جرام من فرينة دي الريزو أو الرز المطحون، أو هنستخدم معايا نص كيلو من اللحمة المفروم. حطيت هنا بصلاية ونقطعها كده مكعبات، 5 فصوص من التوم، ومعايا قرن شطة سبايسي كده علشان يخلي الكفتة بتاعتنا كده طعمها فوق الوصف. معايا بقى ربطة بقدونس على كرات، ونقطعهم كده لان كده كده همسكهم في الهاند بلندر كده ونظبطهم كده نخليهم ناعمين خالص. طب لو عندك كبة تقدري تستخدمي قطع من اللحمة مع الخضار بتاعك، وبتكون متقطع أصغر من كده، وتفرميه في الكبة بتاعتك. أنا هنا هستخدم النهاردة بالهاند بلندر. معايا بقى ده كوباية صغيرة خالص، استخدمت نصها. يعني لو انت هتستخدمي المج بتاع الشاي هتستخدمي الربع بتاعه بس. ونفضل بقى نضربها كده على السريع لحد لما نخليها ناعمة كده كأنها عصير. نيجي بقى لتاني حاجة وهي اللحمة المفروم. لو انت طلعتيها ولسه مجمدة شوية وعايزاها تفك معاكي، تجيبي المبشرة بالفتحة الواسعة كده وتفضلي تنزلي بيها لحد لما تلاقي كل المفروم بتاعك كده اتفكك من قطعة اللحمة بتاعتك. وبقى كده ما شاء الله اللهم بارك، كلها قطعة كده كأنها لحمة فريش. أنا دايما بستخدم الطريقة دي في تفكيك اللحمة المفرومة معايا. هي بتكون فكة ولكن بيكون فيه جزء كده ماسك شوية. تاني حاجة بقى ضفنا اللحمة بتاعتنا على المكونات السايلة بتاعتنا، نديها كده وش أو نديها فرمة على السريع، والمادة السائلة موجودة معانا فتسهل معانا من الفرم. ده بقى شكل الدقيق بتاعنا، الدقيق الريزو أو شكل الرز المطحون. وده 375 جرام، موجود في السوبر ماركت بولي، بيكون موجود جنب الدقيق، بيبقى مكتوب عليه فارينا دي ريزو. وعشان خاطر تستخدميه النوع الصح بيكون مكتوب عليه بوليجيكو، يعني خالي من أي إضافات، لأن في نوع تاني بيكون منضاف له سكريات وكمان دهون، فنخلي بالنا نترجم الجزء اللي ورا. كزبرة، وهنزود كمان ذرة من البابريكا، وهنزود معانا ذرة من القرفة، وهنزود معانا الملح أكيد. لما بنروح نعمل اللحمة بتاعتنا عند الجزار نفرمها، بنروح عند أي جزار أي عطارة نشتري منها التوابل، بنلاقيه حاطط لنا كذا صنف كده من التوابل على بعض. وده كانت الأصناف اللي بتبقى موجودة بتاعتنا، وبتخلي الكفتة بتاعتنا كده مميزة وليها ريحة، وانتي بتمسكيها كده تخلطيها ببعضها. اوعي تنسي بقى الملح عشان يكون الكفتة بتاعتك كده مظبوطة. كتري وبلاش تستخسري يا سيدي. هنا بقى خلاص بنمسك بقى نلمها كده ببعضها كده، نشرب معانا الرز المطحون لعجينة اللحمة بالخضار بتاعنا. طب لو انا ما عنديش دقيق مطحون، تقدري تجيبي رز عادي وتغسليه قبلها بيوم وتسيبيه ينشف كده على فوطة، وبعد كده تصحنيه في مصحنة بتاعة التوابل بتاعتك. انا هنا بنلم العجينة بتاعتنا وبنشرب كل ذرة من الدقيق كده للحمة علشان ما تكونش فيه جزء ابيض وجزء اخضر. لازم نعمل الخلطة دي او الحركة ديت علشان يكون قوامها مظبوط وتحول معانا لشعيرات كده. واللهم بارك، اول ما دمجت الرز مع المكونات بتاعتنا والخضرة ادت ريحة الكفتة بالظبط. شايفين؟ ايوه، نفضل بقى نقلب مرتين تلاتة ونرجع نديها كمان مرة بالهاند بلندر. وده بيكون كأننا كده عملنا لها التالت وش، بتكون شكلها حلو. نيجي بقى معانا على التشكيل بتاع عجينة الكفتة. أول حاجة لازم ندهن كده الصينية اللي هنحط عليها صوابع الكفتة بتاعتنا. تاني حاجة لازم ندهن ايدينا بالزيت واحنا رايحين نشكل معانا الكفتة. التشكيل بقى على حسب رغبتك، اهم حاجة كده تخلي الصبع بتاعك متوسط، لا هو كبير ولا هو صغير. نمسكه كده على كف ايدينا والصوابع بتاعت الايد التانية اللي بتشكل معانا. اللهم بارك ما شاء الله،
هتشوفوها كمان في التحمير ولا فكت مننا، حتى كمان خدت كام غلوة مع طبيخ البطاطس ولا فكت ولا أي حاجة خالص. قوامها مظبوط خالص. طب لو حسيتي إن فيها سوائل كتير عليكي، أنا قلت لكم نص كيلو من اللحمة والرز استخدمت له ربع مج من المية. طب لو حسيتي إن المية زيادة عندك أو أنت حطيتي مية أكتر من كده وحسيتي إن العجينة بتاعتك سايلة، تحطيها في مصفى وتسيبيها شوية كده هتلاقيها نزلت منك المية الزيادة. بس أنا هنا استخدمت المية على قد العجينة، فكان قوامها مظبوط ولا فكت ولا أي حاجة خالص. اللهم بارك. تشكيل بقى قلت لكم على حسب رغبتكم. أنا هنا حبيت أشكل كده أخليها الصوابع بتاعتنا متوسطة، بنسوي كده الأطراف بتاعت الصوابع واللي فيها كده على كف الإيد يا سيدي. مين بقى فاكر لما بيبقى عندكم عيد أو شبكة ونقعد بقى كلنا كده نعمل الصوابع بتاعة الكفتة، وكمان مشغلين كده جنب مننا على البوتاجاز نحمر الكفتة، وبتكون ياه اللي يطلع ناكله نصه كده يعني. تلاقي كل واحدة كده تبص للتانية هاتيله واحدة. دايما بيتاكل نص الكفتة وهي بتتحمر قبل ما تنزل معانا على الطبيخ. انا النهارده كنت عاملاها مفاجأة لاولادي وهم في المدرسة، وما كانوش مصدقين بقى اللي انا عاملاها في البيت. قالوا لي انت عاملاها بقى حد جايبها معاكي من مصر ولا انت كانت عجينة وانت عملتها يعني شكلتي كده او عملتها صوابعك كده بس؟ قلت لهم يا جماعة انا عاملاها كلها في البيت والله. فقالوا طعمها خطير يا ماما ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى هنعمل جزء نحمره ونستخدمه النهارده، وجزء تاني هنحطه في الفريزر. كده النص كيلو معاكي من اللحمة تقدري تعملي منه على وجبتين اتنين. اللهم بارك. شايفين يا سيدي؟ ده العد بقى. وده الجزء اللي انا يعني نص الكمية حطيتها في كيس كده وبنسيبها مفرودة علشان لما اطلعها في الفريزر تكون معاكي، تيجي تطلعها تفك معاكي بسرعة. نيجي بقى معانا على الزيت بتاعنا لازم يكون سخن. شايفين انا بعمل ايه تاني؟ برجع تاني على ايديا كده على السريع واحطها في الطاسة، بحيث ان انا ايه اتاكد بقى ان كل الصوابع بتاعتنا كده متساويه وحلوه يا سيدي. دي العد بقى. لو وصلت معايا بالفيديو لحد كده يا ريت تحط اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من قناه وفاء خالد. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده باخد كل واحده كده على السريع، ارجع لها كده البصمه بتاعتنا عشان لو صوابعنا متعلمه فيها ما تكونش ظاهره على كف الايد كده او كلوة الايد زي ما كانت امهاتنا بتقول لنا. لازم نعملها كده على الصوابع وتكون ايدينا حنينة عليها علشان ما تكونش متبصمة يا سيدي. دي العد بقى. والطاسة هنا كانت معايا ما شاء الله اللهم بارك واسعة، فاخدت مني كمية كتير. بنسيبها بقى لحد لما تتشمع، ما بنروحش ناحيتها لحد لما تتشمع خالص. بعد كده بنقلب بقى من فوق لتحت كده عشان يبقى كل السوا بتاعها كله مظبوط واللون كله يكون موحد. اديله عد بقى يا الواناتك يا كفتة ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده واو عظمة. يلا بقى لو انت في دولة أوروبية تعالي بسرعة كده واعملي لك نص كيلو من الكفتة هتفرحي بيه أولادك. ولو انت في مصر وعايزة تغيري من الأكل كده يعني نص كيلو من اللحم المفرومة تقدري تستخدميه على مرتين اتنين. شايفين الزيت بيكون سخن والنار بتكون متوسطة، يعني عايزينها تكون مستوية كده ومخوخة من جوه وما تكونش مستعجلة كده. عايزين النار بتاعتنا تكون متوسطة. اديله عد بقى يا جمال. حط لايك حلو كده للكفتة كده المدلعة دي اللهم بارك ما شاء الله. انا مبهورة بالنتيجة اللي انا وصلت لها يا سيدي. يلا بقى نعمل الصلصة بتاعت الكفتة. لحد كده احنا حمرنا الكفتة وحطينا كفتة كمان خزناها في الفريزر. نعمل بقى تسبيكة للكفتة كده. اديله عد بقى قطع الدهن كده او ليا ومعلقة سمنة ومعلقة زيت، ونمسك بصلاية فرم ناعم كده. قلب الضعيف لا يتحمل. الروايح بقى طالعة اللهم بارك. معاه بقى كمان 5 فصوص من التوم كده حطاهم كده. ايه شايفين بقول لكم الكفتة؟ ادي يد. انا بقسم وباكل على فكرة يعني ياه. بتفكرنا بلمة العيلة واحنا كده قاعدين وعمالين بناكل من الكفتة اللي بتتحمر بتاعتنا كده او بتتقلي بتاعتنا بتبقى طعمها حلو. اي حاجة الام بتعملها بتكون لها طعم كده مميز ومختلف 180 درجة. يلا نرجع بقى للصلصة بتاعتنا. بصلاية وسط فرم ناعم، واول ما بتبدأ تصفر نزلت معايا ب5 فصوص توم كده دقاهم بالهون كده. كل حاجة النهاردة على الشغل القديم الأصيل.
دقهم كده بالهون دق ناعم، وما نزلتهم كده معانا مع البصل. واول ما تصفر معانا هننزل معانا بعصير الطماطم، على حسب الكمية تقدري تقللي او تزودي. ولو الطماطم بتاعتك لونها فاتح تقدري تضيفي معاكي معلقة من الصلصة. اديله يد بقى، ونسيبها بقى لما تاخد وتدي كده كام غلوة. بس اهم حاجة نضيف لها معانا التوابل. انا هنا ضايفة ملح مع التوم علشان يساعد معايا ان انا انعمه بيه. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي اهم حاجة بنضيف معانا الكمون والكزبرة والفلفل الاسود. واديله يد. ايوه، هنا فلفل اسود. قلب 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 قلب. تستنى 5 دقايق كده لحد التسبيكة ما تاخد وتدي كده. وبعد كده معايا البطاطس. لو انت بقى عايزاها من غير بطاطس تقدري تستني لحد التسبيكة بتاعت الصلصة بتاعتنا لما تستوي وتنزلي معاكي بالكفتة بتاعتك. طب لو هتستخدمي بطاطس هنستخدم بطاطس كده ني في ني شوية. يعني ايه ني في ني؟ يعني نخلي التسبيكة بتاعتنا تستوي نص سوا، وننزل البطاطس معانا مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، تاخد لها غلوتين 3 كده لحد لما نمسك شوكة وننغصها فيها كده ونتأكد ان هي استوت 3/4 سوا. قرن الشطة ده بيخلي الطعم ياه عظمة، حاجة كده فوق الوصف. نقلب بقى كده معانا ونعمل معانا تيست للبطاطساية. ناخد كده مكعب وبشوكة وننغصها. ايوه، هو ده القوام اللي انا عايزاه. يعني هي بتدخل ولكن واقفة على سيكة كده، هو ده اللي احنا عايزينه. ننزل بقى بالكفتة بتاعتنا واديله يد بقى. الصلصة اصلا ما شاء الله عملت قوام كده حلو. شايفين لون الكفتة كله موحد كده والشكل حلو وروايح حلوة، وكان يستاهل بقوكوا كده يا سيدي. جربوا الطريقة هتعجبكم، مفيش اسهل من كده. لو انت اول مرة تعملي الكفتة هتحطي المكونات كده وانت قاعدة كده في نص ساعة تلاقي نفسك مخلصاها. يا سيدي بقى اديله يد. عندك بقى شوربة هتكوني محضراها قبلها بيوم، ما عندكيش ممكن تسوي شوربة وتستخدمي الشوربة بتاعتها عشان تكون مظبوط. انا هنا بسيبها الاول في الصلصة علشان تتسبك، وكمان الصلصة كده الكفتة بتاعتنا تمتص منها وتاخد من الصلصة والروايح بتاعتنا الحلوة تطلع مع بعضها. بعد كده بننزل معانا بكبشتين 2 الشوربة ونهدي النار معانا. طب عملنا الكفتة، نيجي بقى على شوية الرز اللي بالشعرية واديله يد بقى. كفتة الرز بتكون الرز بتاعها الشعرية بتكون فيها زيادة. أيوة، يعني هنا نزلت ب2 كيس من الشعرية وحطيت زيت وسمنة، وأول ما سخنوا كده نفضل نقلب في الشعرية لحد اللون بتاعها كده ما بيكون خلاص اللون الأحمر الغامق. وننزل بقى بكمية الرز المناسبة. نفضل بقى نشوح في الرز بتاعنا علشان يكون مظبوط كده ومفرول ما يكونش معجن معانا. نزلت بملح وفلفل اسود، ما بننزلش بكمية الملح كلها لو هنضيف شوربة، لان الشوربة بتكون فيها نسبة ملح، ولازم نستخدم مصفى علشان لو في اي خضار موجود في الشوربة معانا ما ينزلش معانا في الرز. وكمان هتزودي مية لازم تكون المية سخنة معاك. نقلب بقى، ولازم الرز بتاعنا يكون المية مغطياه 10 دقايق على نار عالية و10 دقايق على نار هادية. وبتحطي كيسة كده بعد المية بتاعتك ما تتشرب في الرز. نرجع بقى للكفتة بتاعتنا واديله عد بقى. شايفين الصوص؟ اللهم بارك. قوام مظبوط، الكفتة بتاعتنا مظبوطة، البطاطس كمان محافظة على شكلها ومستوية. شايفين؟ تاكليها بعيش، طبق الرز بالشعرية كده واديله عد بقى. القوام بتاع الكفتة مظبوط، وكمان ماسكاها وبتكون مظبوطة معانا ما فكتش لحد لما استوت خالص. لو عجبك الفيديو يا ريت تحط اللايك والاشتراك لقناة وفاء خالد. استنوني بفيديو جديد. أسيبكم في رعاية الله.